سعيد بالله، صباح الخير. كان لازم عليا باش بعد ما سمعت تصريحات ديال رئيس الجامعة البارح في ديك الندوة ولا الاجتماع اللي دار مع الإخوان، باش نصحوا الإخوان وأفراد عائلة كرة السلة ما جاء على لسان رئيس الجامعة، اللي أكثر الكلام ديالو كله خطأ وكذب. ونبداو نقطة بنقطة. أولا تكلم على الفاكتورة ديال التريتور ما التريتور، اللي بغينا نبينوا للرأي العام بأن حنايا ما كنا مع التريتور، ما كنا في الحدث. اللي كاين هو أن عندنا واحد دفتر ديال الافتحاص اللي خرج واحد لي كونكلوزيون، واحد الخلاصات، وحنا تبازين على هاد الخلاصات وشفنا الارقام اللي مكتوبه في الافتحاص. وهاد الفاكتوره ديال 375 الف درهم راه مكتوبه في الافتحاص، ومكتوبه بانها الان تريتور هو اللي تخلص فيها. وحنا كلمه تريتور ما جبناهاش من راسنا، جبناها من الرابور د لوديت. جميع النقط اللي هضرت عليهم منذ بديت نتكلم على هذه المسائل الا وخرجه من الوثائق الرسميه وما خرجش من الخيال. هذه النقطة الأولى. ورئيس الجامعة إلا عنده شي تعليل ولا عنده شي حاجة ما بغا يطعن في هذا الافتحاص، كان خصو يخرج بطريقة رسمية ويعمل طعن رسمي في هذا الافتحاص، ماشي من بعد 9 شهور. الافتحاص خرج لو 20 جوان 2018، حنا دابا تقريبا لو 20 مارس 2019. إلا عنده شي شك في نتيجة الافتحاص محقو، هذا بالعكس، هذه الديمقراطية. كان خصو يخرج بطريقة رسمية على القنوات الرسمية، اللي هي إما يصيفط رسالة رسمية للوزارات يتشكى من هذا الافتحاص بأنه خاطئ وظالمو، ولا يمشي للقضاء يدعي الوزارة ولا يدعي الكابينيت لوديت ويقول بأن هذا الافتحاص هذا خطأ. أما حنايا كمنخرطين في الجامعة جانا واحد الخلاصة ديال واحد الافتحاص اللي هو جاي من ان كابيني انديبوندون، اللي شركة ما عندها علاقة لا بتا شي شخص، لا بالمعارضة ولا بأوراش. عطاوها وثائق، ناضت خدمت على الوثائق اللي عطاوها وعطات ملاحظات. والملاحظات ديال الافتحاص ماشي غير التريتور، اي في هذه الشك خارجين نون باغي نون دوسابل، فيها دو ليسبيس، فيها اختلافات، فيها عدم احترام القوانين، من جملها الجموع العامة اللي ما عمرها ما تدار في الزمن القانوني ديالها اللي تحدوا لها النظام الأساسي، فيها لا كونطابيلتي ما كايناش، فيها عدة ملاحظات سلبية. هذه نقطة ديال التريتور، نقطة من بين النقاط. راه فيها لارجون اون اسبيس اللي تيساكولي في لا فيدراسيون، فيها واحد لاصوم كبيرة اللي محطوطة في الفوند كيس في لا فيدراسيون أكثر من 170 ألف درهم، وزيد. وحنا هادشي كله ما تنتهموا حد وما تهمنا حد بالسرقة، ولكن تنحلوا واحد الافتحاص اللي توصلنا به كمنخرطين وكناس مسؤولين. محقنا نحللوه، محقنا نقولوا الرأي ديالنا في هذا الافتحاص. هو كان واجب على رئيس الجامعة ملي خرج الافتحاص يجمعنا ويعطينا المجال باش نحطوا الأسئلة ويجاوبنا بكل شفافية وعلى كل نقطة. هذه من ناحية. النقطة الثانية تيتكلم على الافتحاص داز بدون حضور أمين المال. شكون تيمنع رئيس الجامعة باش النهار اللي جاو عنده المسؤولين على الافتحاص باش يستدعي أمين المال يكون حاضر معاه؟ واش منعتو الوزارة يحضر أمين المال؟ واش منعوا مكتب الافتحاص باش يحضر أمين المال؟ ولا أحد. وزيادة على هذا الشيء، ملي حطوا له الأسئلة وصيفطوا له على ما تيقول 175 سؤال، شكون اللي منعوه باش يدخل أمين المال في الأجوبة على هذه الأسئلة؟ أمين المال واجب عليه يكون حاضر معاه في الأجوبة. هذه مراوغات باش يطعن ويبين عدم المصداقية هذه الجامعة ديال هذا الرابور لوديت. هذا شيء باطل، لأنه أنا فاش نبغي نطعن في شي حاجة، حنا كمثلا وقفنا بطريقة غير شرعية وعملنا جميع المحاولات مع الجهاز اللي هو الجهاز الجامعة اللي حنا تنحترموه، اللي هي المؤسسة ديالنا كاملين. مشينا
الاستئناف ومشينا للمكتب الجامعي، وبما انهم ما عطاوناش حقنا التجأنا للقضاء، كنا ملزومين علينا نلتجئوا للقضاء، لانه هو الباب الوحيد اللي بقات مفتوحه لنا. فلهذا هذه النقطه هذه نرجعوا لها القضاء، لان تيقول لك 62 قضيه في القضاء. حنا اول دعوه عملنا له على خمسه الفروق هي القضيه ديال الجمع العام، لانه الجمع العام مرتبط ببدايه البطوله، لان حنا طعنا في هذه البطوله وما بغيناش نشاركوا فيها، لانها ما احترمتش البند 17 ديال النظام الاساسي اللي تيقول البطوله ما يمكن لها تنطلق الا بعد 15 يوم من الجمع العام. فهذا الدعوه الوحيده اللي حطينا، ومن بعد كنا ملزمين باش نحطوا دعوه اخرى باش ندافعوا على الحق ديالنا حنا كخمس فروق. اما الدعاوي الاخرى اللي عنده اغلبيتها موظفين الجامعه، اللي رئيس الجامعه ما استطاعش بطريقه دبلوماسيه وحبيه يحل المشاكل ديالو مع المشتغلين في هذا الجهاز. وعنده دعاوي ماشي غير مع المشتغلين، حتى المحامي ديالو ديال الجامعه السابق حتى هو دعاه، حتى هو عنده علاقه معنا حنا؟ لا، هذه مسائل خاصه به، التدبير ديالو الجامعه تحترموا دبر راسو. ولكن باش يلومنا حنا بان حنا اللي دخلنا القضاء، حنا كنا ملزمين لدخول القضاء في هذه الفتره الزمنيه الاخيره، ولكن ندافعوا على حقنا. والقضاء معمول لهذا الشيء، القضاء عاملها الدوله، هذا سيرفيس بوبليك معمول باش كل واحد اللي تيحس براسو مظلوم يمشي يلتجئ له. والقضاء الحمد لله نصفنا والغى له الجمع العام العادي. هذا تبين بان القضاء مازال الحمد لله كاين في المغرب. النقطه الثانيه تيقول بانه هذه الفروق كبيره على لي بريزيدون ديالها، ما كاين مشكل، حقه يقول اللي بغا. حنا هذه النقطه هذه تنفضلوا ما نجاوبوش عليها، لان الوقت والزمن هو اللي يبين كل حاجه، ويبين الناس الشرفاء، الناس اللي معقولين وباغيين الصالح العام من الناس اللي ما باغيينش الصالح العام. النقطه الاخرى اللي بغيت نشيلها هي الشرعيه. حنا مع الانتخابات، وحنا ما باغيين لا رئاسه، وتنقولها مثل المنبر هذا، حنا ما باغيين لا رئاسه لا اعضاء جامعيين لا شيء من هذا القبيل. والدليل على هذا الرئيس الحالي كان عرض عليا باش نكونوا مجموعه ندخلوا معاه في المكتب المديري في هذه الانتخابات التاليه ديالو، ورفضت، لانه انا الغرض ديالي ماشي ندخل الجامعه. حنا الغرض ديالنا هو نلعبوا في واحد الارتياحيه، في واحد المنظومه مأطره بقوانين وتحترم المساطير. هذا اللي بغينا، تكون دي بروسيدور في شاك اوبيراسيون، ماشي تكون الفوضى في القرعه، في المجموعات، في تنظيم البطوله، في التحكيم، وزيد. لا، بغينا انظمه اللي نتمشاو عليها ونخدموا بارتياحيه. حنا دائما مع الاغلبيه، وحنا بغينا التصويت، فهمتيني، وهادشي كله حنا معاه، وبغينا انتخابات شرعيه، هادشي ما فيه لا نقاش فيه. ولكن ما يخرجش اكاذيب ويقول اشياء اللي باطله. النقطه الاخيره اللي بغيت نطرق لها هي انه تيدعي بانه جا من الناظور حتى للدار البيضاء باش يلتقى معايا، وبانني انا رفضت باش نلقى معاه. هاد القضيه هذه الحمد لله عندي عليها الحمد لله اللي ان تيموان اللي هو في هاد لافير هذه كلها، اللي هو رئيس الكوكب المراكشي، اللي كان دخل في هاد القضيه هذه، واللي كان تنشكروه من هذا المنبر اخذ هذه المبادره باش لقينا. وهذه مبادره الحمد لله حسنه، وانا دائما كنت تنبغي الحوار. للاسف اولا ما جاش من الناظور، جا من الرباط، لان عيط له وقال لي انا جاي من الرباط. جا من الرباط للدار البيضاء، والاخوان كانوا باغيين يتلاقاو معاه بخمسه. للاسف ذاك النهار ما كانوش بخمسه واجدين، وما بغاونيش نتلاقى معاه بوحدي. ورغم هذا انا عملت له طلب باش يجي لعندي للبيت ونتلاقاو انا وياه بطريقه حبيه، بدون ما نهضروا على الباسكيت، نهضروا كافراد هذه العائله وكاصدقاء، ونتغدوا نجلسوا نشربوا قهوه ولا نتعشاو. وصيفط الرئيس الكوكب المراكشي البوزيسيونمون في الواتساب ديال لا ميزون ديال الدار ديالي، باش يقد ينعت له كيفاش يجي عندي حتى البيت. وكاين شي حاجه اكثر من هذا الشيء، قال لك حنا ولا قهوه عرضت عليه يشربها، انا عرضت عليه البيت ديالي يجي عندي باش يتعشى معايا، وهو تيكذب ويخرج يقول لك اسيدي حنا ولا قهوه وحده
بغينا عرضنا عليه ليها. هذا عيب وعار. على الاقل قول الوقائع كيف وقعت. حقيقه جيتي وعيطتي ليا وقلت لك اعطيني واحد الوقت على ما نتصل بالاخوان. اتصلت بالاخوان، رفضوا رفضا تاما، وحنا مجموعه وانا تمثلت المجموعه وتنحترم الاغلبيه وتنحترم الديمقراطيه. ملي الاخوان ما بغاوش يتلاقاو معاك، انا عرضت عليك مبادره شخصيه، قلت كتجي عندي للبيت ديالي، ما تلقاوش قهوه لان كانت الساعه متاخره من الليل، كانت تقريبا 9:30 ل 10 الليل يوم الاحد، وقلت لك اجي عندي للبيت وصفت البوزيسيون ديالي باش تجي عندي للبيت ورفضتي. والحمد لله رئيس كوكب المراكشيه هو شاهد، واي واحد يمكن له يتصل به ويسولوا على هذه الواقعه. فلهذا ما نبقاوش نغلطوا الاخوان، وتبينا بان حنا ناس قباح وحنا ناس قلبنا قبيح وما عندناش الاخلاق. هادشي عيب وعار. الا كان شي تغيير خصو يدار السي رئيس الجامعه، والتغيير خصك تعملوه في الداخل، خص تبين بان كاين تغيير وكاين تحس بحال اللي جا في تقرير الافتحاص راه فيه دي ريكومونداسيون اللي عملوا لك في الاخير ديال الافتحاص، وقال لك ها النقاط اللي خصك تحسن واللي خصك تصوب في الجامعه. واش شفناك صوبتي شي نقطه، حسنتي شي نقطه تسير، عملتي شي مساله اللي نقولوا هذا السيد هذا غادي في الطريق الصحيح. كلنا خطاؤون، ولكن اللي تكون معلم هو اللي تيصلح الخطا ديالو. كنا تنخطئوا، ماشي عيب تخطأ كيف قلتي، الخطأ راه وارد من كل طرف، ولكن تصلح الاخطاء ديالك وما تلومش غير الطرف الاخر. انت توي بارفي وحنا اوني دي سالوبار، اوني دي ميشون، اوني دي فهمتي دي فوتور دو تروبل. لا لا، راجع نفسك وشوف شنو هي الاخطاء اللي ارتكبتي معنا. وانا ما بغيتش ندخل في الشخصنه ونعاود الاخوان شنو هي الاخطاء اللي عملتي معايا انا شخصيا. انا شخصيا كنفرق المغرب الفاسي كرئيس المغرب الفاسي، شنو هي التاسفات اللي عملتي عليا، وشنو هي الضغوطات اللي عملتي علينا، وشنو هي المسائل اللي عملتي لنا. ما ندخلش في هذا الديتاي هذا باش ما يكونش مشكل شخصي. حنا تنهضروا على المنظومه وتنهضروا على الاصلاح المنظومه بطريقه ذكيه وبطريقه علمانيه. هذه اللي بغينا حنا. بغيتي تبقى رئيس الله يسهل عليك، ولكن بينا الاصلاح، بينا المعقول، وحنا معاك بحال اللي قلت لك نهزك فوق راسنا. ولكن ما نبقاوش تنلوحوا الخطا على الاخر. انت الوزير غلط معاك، المكتب الافتحاص غلط معاك، المجلس الاعلى للحسابات غالطين معاك، سميتو محكمه جرائم الاموال حد الان تيعملوا معاك اجتماعات غالطين معاك، هاد المعارضه غالطين معاك، وهادشي كثير. الانسان يحاول، يمكن شي طرف غلط معاك سي بوسيبل، ولكن راجع نفسك، قول على الاقل انا غلطت في شي حاجه، نقول هذا السيد هذا راه تيقول شي حاجه غلطت فيها. لهذا الله يخليكم كونوا مسؤولين، ونكونوا كل واحد مسؤول على العمل ديالو، على الاقوال ديالو، وما نغلطوش الناس. الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نقطه اخرى الله يخليك سعيد بالله بغيت نشير لها، نسيتها وبغيت نزيد لها. قال لك بانه حنا طلبنا باش ناخذوا الوثائق ولي غولفي دو كونت وناخذوهم بوندو اون سيمين، نطلعوهم للدار البيضاء وعاد نعطيو الخلاصه ديالنا. هذا كاذب، ما عمرنا قلنا هاد الهضره. حنا قلنا له حنا مستعدين، يعطينا واحد الوقت، واحد 3 ايام حتى الاسبوع باش ندخلوا للجامعه وناخذوا ونطلعوا على هاد الوثائق بحضور عون قضائي وكاع نوتير واخوان من المكتب الجامعي، ونحضروا ونشوفوا هاد الملفات القانونيه ديال الفرق ونقولوا الكلمه ديالنا فيها. وحنا ما عمرنا ذكرنا نخرجوا الوثائق من الجامعه. هذا كذب، ما عمرنا قلناه وما عمرنا نقدروا نقولوه. وشكرا.